اتنرفزت كمان يعني بتروجيت بتروجيت انت اللي مشيت ولا هم اللي مشوك الاول؟ لا هم اللي بتروجيت هم اللي مشونا. هم اللي مشوك طبعا. ما بتتكسفش تقول ان هم اللي مشوك؟ لا خالص. اتكسف من ايه؟ ده وارد على كل المدربين اللي في العالم يعني. ما الريال ماشى مورينيو واخد بال حضرتك ازاي؟ انت حاسس انك فيك شبه من مورينيو؟ لا انا يعني كل واحد بيبقى ليه ليه طريقته. بس انت بتحبه طبعا احبه يعني بحب شخصيته. بس مين المدرب العالمي اللي انت متاثر بيه قوي؟ انا يعني ما فيش مدرب بعينه لكن انا عجبني جدا فلسفه جوارديولا فلسفته عجبني جدا الفلسفه. بس هيتبهدل في البايرن والله. انا شفت له اخر يعني من حوالي اسبوع كده تدريب بيحاول فرقه واخده اوروبا واخده الكاس واخده الدوري واخده كل حاجه وكانت باديه الموسم بالسوبر بس هو بيحاول يطبق اللي كان بيعمله في برشلونه يطبقه مع البايرن. ما اعتقدش ليه؟ لان النوعيات دي مختلفه عن النوعيات اللي هناك غير يعني اسلوب مع المجموعه اللي في برشلونه تختلف تماما عن اسلوب لعب. كبرياء حلمي طول انت قدمت شكوى في اتحاد الكوره عشان فلوسك في بتروجيت. طب ما تروح الاتحاد تدلب اقوالك، ما رضيتش تروح ليه؟ مين قال كده؟ رحت انا رحت وحكموا لي بفلوسي وكل حاجه. خدت فلوسك يعني؟ لا لسه ما خدتهاش. ليه؟ هم واقفين القيد لغايه ما ياخدوني فلوس. ما القيد شغال؟ لا هم واقفين القيد يعني طلع الموسم الماضي واخد بالك بعد القيد في اول الموسم وبعدين مستنيين القيد الجديد فموقفين القيد لبتروجيت. كابتن حلمي عايز اخدك في سؤال مهم للسياسه. يعني اتفضل. انت زوجتك بنت اخو الراحل العظيم انور السادات مش كده؟ ايوه. هل لانه الجماعات التي تدعي انها اسلاميه هي اللي اختارت الزعيم الراحل انور السادات خدت هذا الموقف المتشدد من الاخوان ومن لا لا خالص. امال بتكرههم ليه قوي؟ انا بكرههم عشان بلدي. بس فيهم ناس كتير كويسين. ما شفتش. ازاي؟ ما شفتش حد. ما شفتش حد فيهم كويس. وليه هتقسم البلد بقى تاني؟ مش كده تقسيم. هم مصلوبه تقسيم يعني ايه يا كابتن شوبير؟ تقسيم يعني النص بالنص. لا ان شاء الله 10% ممنوع من انواع التقسيم. يبقى ليهم الحصه بتاعتهم يعني. وماله؟ ليهم الحصه بتاعتهم ما فيش مشكله. لكن انا خوفي على بلدي وخوفي على تقسيم بلدي خوفي على بيع بلدي خوفي على ان يعني انت فكرك انه مواطن مصري في النهايه هيبيع بلده يا كابتن؟ انا عشان انت اصلا كاره من جوه. طب ممكن اقول لحضرتك انا لا اعتبرهم مواطنين مصريين. ليه يا كابتن؟ انا بقول لك بمنتهى الامان. ليه يا كابتن؟ ده وجهه نظري. اصل المواطن المصري بيحب بلده. واكيد بيحب بلده. بيحب ارضه. واخد بال يعني حضرتك؟ محمد او الدكتور محمد مرسي المواطن المصري لما كانش مشي كنت هتقول نفس الكلام؟ طب انا طالع قبليها باسبوع قايل نفس الكلام. عادي جدا يعني. وانت عارف رايي كويس. المواطن المصري هو اللي بيخاف على بلده، بيخاف على حدوده، بيخاف على امنه الوطني وامنه القومي. واخد بال حضرتك؟ ما بيسيبش حدوده سداح مداح. ما يخطفش جنوده، ما يقتلش جنوده. وانت بتصدر حكم ليه؟ اصدر حكم يا كابتن. المتهم بريء حتى يا كابتن. كل الامور لسه لحد دلوقتي ده كلها واضحه منين؟ كل الامور واضحه. ما كانوا بيقولوا واضحه ايام الطرف الثالث معروف مين؟ مين اللي عمل بورسعيد؟ هم. مين اللي خطف الجنود بتاعنا؟ عندك تحقيقات بتقول كده يا كابتن؟ نعم يا كابتن. عندك تحقيقات؟ كل الدلائل، عندك ادله بتقول كده؟ كل الشواهد بتقول كده. معلش اللي احنا بنشوفه النهارده بيقول كده. اللي احنا بنشوفه النهارده عند رابعه وعند الحرس الجمهوري. رابعه ما بيعملوش حاجه، الناس قاعدين ساكتين. امال مين اللي ضرب في الحرس الجمهوري؟ اتضربوا مات منهم 52. وعشان ايه؟ معلش. وانت يعني المنطقه العسكريه دي مش ممنوع؟ ده بيتكتب عليها كده ممنوع الاقتراب والتصوير على اي مؤسسه عسكريه. تضرب عليهم النار؟ مش هم اللي ضربوا؟ وبعدين ما اعتقدش ان حد ضرب. ده بيضربوا بعض يا كابتن. كنا في امان الله. كنا يا كابتن احمد هم اللي بيضربوا بعض من ورا. بقول لك صور متفبركه كلها فوتوشوب. واحنا اللي بنفبرك برضه. احنا اللي بنكذب. انا ليا اصحاب واعتز بيهم الاخوان. انت ليك اصحاب؟ ما انا ليا اصحاب منهم كتير. انا ليا اصحاب منهم مصريين مخلصين؟ لا مش كلهم. لا بس في منهم كويسين. القاده بتاعتهم دول يا كابتن. انت ضد القاده. شوف حضرتك لا يمكن يكونوا مصريين. دول بينفذوا اجنده، بينفذوا نظام للتنظيم العالمي بتاعهم، لكن عمرهم ما بيعملوا لصالح مصر. وقفوا ضد الامريكان ووقفوا ضد اليهود. مين؟ امريكان؟ ضد الناس كلها. هو مين اللي وقف جنبيهم غير الامريكان؟ هو مين اللي لغايه اول امبارح بس ما اعترفش بالثوره بتاعت يوم 30 وبالتغيير اللي حصل يوم 30 يونيو لغايه امبارح بس غير الامريكان؟ انت على موقفك طبعا. ولا يمكن اغيره. ولو عدلوا الحكم؟ لو برضه مش هغيره. ولو مهما كانت النتائج بالنسبه ولا لو مهما كانت النتيجه، وعمرهم ما هيقعدوا للحكم. طيب شوف اللي طلع يوم 30 مليون دول ما حدش يقدر عليهم. يعني ما حدش يقدر عليهم يا كابتن. طيب انتخابات رئاسه الجمهوريه على الابواب. ايوه. محدد مرشحك؟
او نفسك مين يبقى رئيسك؟ لا انا لسه الامور مش واضحه بالنسبه لي. بس انت عينيك باينه رايح للاتجاه القوات المسلحه. يا ريت. يا ريت. انا اتمنى. يعني نفسك مرشح للقوات المسلحه؟ لم ارى في حياتي اخلاص ولا وطنيه زي افراد القوات المسلحه. ماشي، بس ممكن ما يكونش طار سياسي. ممكن جدا، ممكن، لكن انا في رايي ان البلد في التوقيت دي محتاجه واحد عسكري. ده في رايي. في انتخابات انا في رايي. يعني لو واحد من القوات المسلحه انا فورا. ممكن اعرف اول حرف من اسمه؟ لا والله لسه. والله لسه. والله لسه يا كابتن. يعني ما حدش اعلى. تحب الفريق شفيق يعيد ترشيح نفسه ولا انت شايف ان التجربه كفايه؟ كل واحد يا كابتن من حقه انه يرشح نفسه، وكل واحد من حقه يعمل اللي هو عايزه طالما في اطار القانون والدستور. قوي ليه لا؟ ليه توقعت النهايه السريعه دي؟ كنت قلقان. كنت قلقان لان العمليه تطول. لكن كان في شواهد بتقول لي ما تقلقش. الناس العظام بتوعنا. شواهد ولا كان ناس من اصحابك اللي من القوات المسلحه طمنوك؟ لا هم يعني بدون ما يكون فيه يعني اي تدخل في اي حاجه.